ورحمة الله تعالى وبركاته. متابعينا الكرام، متابعي قناة عالم الأسعار، يا رب تكونوا بخير وبصحة جيدة. ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس. عاجل كل عام وأنتم بخير. وفقا للحسابات الفلكية، موعد وقفة عرفات وأول أيام عيد الأضحى 2025. يسأل الكثير من المواطنين خلال الفترة الحالية عن موعد وقفة عرفات وأول أيام عيد الأضحى 2025 للاستعداد لاستقبال وتجهيز الأضاحي. موعد وقفة عرفات وأول أيام عيد الأضحى 2025 وفقا للحسابات الفلكية، حيث يولد هلال شهر ذو الحجة مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة 5:03 فجرا بتوقيت القاهرة المحلي يوم الثلاثاء 29 من ذي الحجة من ذي القعدة 1446 الهجرية، الموافق 27/5/2025 ميلادية يوم الرؤية. ويبقى الهلال الجديد في سماء مكة المكرمة لمدة 38 دقيقة، وفي القاهرة لمدة 47 دقيقة بعد غروب شمس ذلك اليوم يوم الرؤية. وفي باقي محافظات جمهورية مصر العربية يبقى الهلال الجديد في سمائها لمدة تتراوح بين 40 و 49 دقيقة فلكيا. الأربعاء 28 مايو أول أيام ذي الحجة، وعيد الأضحى الجمعة 6 يونيو 2025. أما في العواصم والمدن العربية والإسلامية فيبقى الهلال الجديد بعد غروب شمس ذلك اليوم لمدة تتراوح بين 9 و 59 دقيقة، وتكون غرة شهر ذي الحجة 1446 هجرية فلكيا يوم الأربعاء 28/5/2025 ميلادية، وتكون وقفة عرفات لعام 1446 هجرية فلكيا يوم الخميس 5/6/2025، ويكون عيد الأضحى المبارك لعام 1446 هجرية فلكيا يوم الجمعة 6/6/2025. ونظام التقويم الهجري يعتمد على الشهر القمري الذي يتمثل بالمدة الزمنية التي يستغرقها القمر في دورة كاملة حول الأرض، والأشهر الهجرية في 1 المحرم، 2 صفر، 3 ربيع الأول، 4 ربيع الآخر، 5 جماد الأول، 6 جماد الآخرة، 6 رجب، 8 شعبان، 9 رمضان، 10 شوال، 11 ذي القعدة، 12 ذي الحجة. والتقويم الهجري أو القمري أو الإسلامي هو تقويم يعتمد على دورة القمر لتحديد الأشهر، وتتخذه بعض البلدان العربية مثل السعودية كتقويم رسمي للدولة، وأنشأه الخليفة عمر بن الخطاب، وجعل هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة في 12 ربيع الأول 24 سبتمبر عام 622 ميلادية مرجعا لأول سنة فيه، وهذا هو سبب تسميته التقويم الهجري. كل عام وأنتم بخير. ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.